السلام عليكم. هنا البنات عندي العقده ديال اللوز اللي غادي نحضر معكم. عندي هنا 600 غرام ديال اللوز، ممكن تستعملوا 500 غرام. عندي معلقه كبيره ديال الزبده بين 25 غرام 30 غرام هكاك. عندي ساشي ديال سكر الزهر، وعندي نصف كاس ديال ماء الزهر، وعندي هنايا قبيصه ديال الملح راني دايراها، ودايره شي رشيشه ديال المسكه الحره هكاك، دوك 3 ديال الحبات تقريبا. دابا هنا باش غنحضر هاد العقده هادي، اولا كنسلق اللوز، ماشي كنسلقو حتى كيطيب، كنغسلوه بعدا قبل من داك التراب الحمر، وكنديروا الماء يغلي، من بعد كنحطوا فيه اللوز، غير كطلع فيه الغليه صافي كنحيدوه، كنصفيوه من داك الماء ونعاودو نغسلوه بالماء بارد باش ما يكملش الطياب ديالو ويجينا شاد الماء بزاف. صافي كنفسخوه كنخليوه ينشف ليله كامله صافي. وديك الساعه كنعاودو نطحنوه لا غد ليه مع 250 غرام ديال سنيده. 600 غرام انا درت فيها 250 غرام، يمكن ديروا 250 غرام في نص كيلو، ولكن من الاحسن تنقصوا السكر. صافي هنا غادي ندلك هاد العقده هادي. بالنسبه للبنات اللي كتطلق لهم العقده الزيت، يضيفوا ماء الزهر، يعني يبقاو يرشوا ماء الزهر شويه بشويه. هانتوما غتشوفوا معايا الطريقه. بسم الله. ضروري غتدلكوه فواحد القصعه تكون واسعه، يعني باش كيتدلك مزيان. حتى كنحصلوا على واحد العقده رطبه وخلويوها ما كتشققش. اللي كتشقق لهم العقده ملي كيكونوا كيصاوبوا الكعبه، راه كتكون العقده ناشفه ما مدلوكاش مزيان. دائما كندلكو بالكف. هنا غندير واحد الرشيشه اخرى صافي، وكنبقاو ندلكو مزيان. يعني ما نحتاجوش اننا نضيفوا الجلوكوز اولا الناباج اولا الكونفيتور، باش كتبقى في نفس النسمه ديالها غير بالمسكه والزهر فقط. هانتوما شفتوا هي بدات كتطلق، يعني هذاك الربع كاس، هذا راه كاس غير صغير ماشي كاس كبير، يعني تقريبا الربع ديالو ديال كاس العنبه. باقا لي هنا واحد المعلقه، ما غاديش نضيفها حتى نشوف. باش كنعرف ان العقده ولات هي هذيك، كندير واحد الحربول هكا، كنرققو وكنقبطو كنطويه. هانتوما شفتوا باقي كيتشقق، ها هي الشقه وها هي الشقه، يعني هنا مازال غادي نضيف هاد النقيطه ديال الزهر اللي بقات، وغنعاود ندلك مزيان. انا غنكمل الدليك واحد 5 دقائق ولا 4 دقائق ونرجع معكم. هنا انا غادي نعاود نصاوب واحد الحربول ونشوف. هانتوما هنا ما تشققش صافي، العقده عندي واجده. حيت اهم حاجه في الدليك ان اللي كيعطينا التعليكه هو ملي كنبداو ندلكوها وكتذوب ديك السنيده ما كتبقاش. الا بقات سنيده ملي كتوصل الكعبه للفران كتبقى كتنفخ وعاد كتذوب ديك السنيده وكتبقى تفرق علينا. ضروري خصها تخدم في الاول هكا صافي. هنا غادي ندير كويرات اولا هكا مستطيلات، عندي 16 غرام حتى 17 غرام فقط
صافي انا غادي نكمل نشكل هاد الكعيبات هادو ونرجع باش نشكلوا الكعبه ان شاء الله. هانت عندي 16 غرام فقط. هنا عندي جبت العجين اللي حضرته الصباح. هانتوما كتشوفوا الاصبع ديالي كيبان منه، يعني الا عندكم الوراقه من 1 حتى 7 كتبداو من الكبير اللي هو رقم 1 حتى لرقم 6. 6 كتحبسوا كتخرجوا الورقه صافي العجين كتبداو تخدموا بها. انا هنا ما عنديش فين تلصق الماكينه، خصني الطبله درتها غير فوق البوطاجي، ولكن نفس الرق. هانتوما كتشوفوا عندي شويه ديال الزيت، ما كنستعملش الطحين لان الطحين كيخليها كتبقى حرشه في التالي. ملي كطيب كتقاسي ديك الكعبه كتبقى بحال فيها الرمله، وهما غير دوك الحبيبات ديال الطحين. يعني من الاحسن استعملوا الزيت. صافي كناخذ العقده ديالي كنحطها هنا صافي وكنلوي. صافي كنضغط بهذه الطريقه هذه، وكنبدا كنشكل الكعبه. يعني الطريقه راها ساهله، عاد كنبدا نطلع الكعبه للفوق. صافي وكنقطع، كنبعد واحد شويه عاد كنقطع، لان العجين راه كترجع من بعد. هاد الطريقه هذه هانتوما شوفوا كيف شفافه، واخا طويت عليها العجين كيبقى شفاف باش ما تجيناش الكعبه غليظه بحال كناكلوا الخبز. يعني ضروري خصها تكون بحال هكا. صافي السيده ما بغاتهاش منقوشه، يعني غنخليها هكا سامبل. نعاود معكم وحده اخرى. صافي كنقرص الجناب هما الاولين باش كنحبس الهواء، كنجر بحال هكا وكنخرج الهواء من الجناب بالطريقه هذه. صافي عاد كنبدا كنشكل الكعبه. هي كتبغي شويه الخاطر، ولكن راه كنحصلوا على واحد النتيجه اللي زوينه. هنا كيتشكلوا لي الفقاعات. غادي ناخذ واحد الفنته اللي كنكون معقماها من قبل بالعافيه، هي باش كنتك هنا باش كنخرج هذا الهواء. صافي وكندفع من هنا باش كتلصق العجين وكنقطع. كنتمنى تكون الطريقه واضحه. نزيد معكم وحده اخرى، غنحاول نميل لهاد الجهه باش تبان لكم مزيان. صافي هذا هو الشكل. هذا هو الشكل ديالها. دابا ان شاء الله غادي نمشي باش نكمل الكعبه كامله، وغادي نستفها في اللاطه ونخليها تبات حتى لغديه ان شاء الله، ونتلاقاو بحول الله. هنا البنات في الصباح هانتوما كتشوفوا الكعبه كتصبح ناشفه
وقاصحه. ها دابا غادي ندهنها بشويه ديال الزيت فقط، لان هي معجونه بالزبده، يعني بلا ما نضيفوا الزبده في التالي. صافي كندير غير الزيت هكا، كندهنها شويه دهنه خفيفه، وكندخلها للفرن تكون العافيه مهيله بزاف. صافي حتى تحمر لينا غير شويه، ونراقبوها مزيان ونخليو الباب ديال الفران مبسم. صافي ديك الساعه كطيب على خاطرها وما كتحرقش وكتنشف مزيان. وفي التالي ملي كنشوفها بدات كتصفر من التحت كنهبطوها لتحت باش كتاخذ داك اللون الذهبي شويه من الفوق من هذا الراس هذا ديالها. ضروري العافيه تكون مهيله باش ما كتحرقش لينا وكطيب على خاطرها. هانتوما البنات، من بعد ما طيبت الكعبه هذا هو الشكل ديالها، كتجي محمره غير هنا مع الضو ديال الشرجم ما كتبانش مزيان، ولكن راها محمره. هانتوما ملي كتجي معلكه، انا غنفتح معكم وحده. هانتوما شفتوا، هانتوما اللوز هنايا راه كيبان محمر شويه هذا من الكعبه من هنايا. هانتوما كتبقى العقده رطبه. هانتوما كنتمنى ان شاء الله تتبعوا هذه الوصفه هذه وما تفلتوهاش، لان وصفه ناجحه. الا طبقتوها ما غتحتاجوش تسولوا شي واحد اخر. هذه هي باش كنخدم لي كوموند. كنتمنى ان شاء الله تعجبكم الوصفه. الى اللقاء ان شاء الله بحول الله.